ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده راجعه لكم بفرخه وبصوص حكايه. وبجد اي حد مستعجل وعايز يعمل اكله بسرعه جدا وما ياخدش فيها ولا وقت ولا مجهود يتابع الفيديو ده ويشوف الوصفه بتاعت النهارده. بجد حلوه جدا وممتازه جدا جدا. هتطلعي فرخه بجد ولا احلى من كده. شايفين لسه بتبقبق ازاي والصوص بتاعها حلو ازاي؟ بجد كل حاجه فيها روعة جدا وممتازة جدا. بس يلا بينا نخش على تفاصيل الفيديو. لو انت اول مرة تشوفوني، معكم منار الشناوي، دي قناتي. اتمنى منكم تشتركوا بالقناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. معايا كده فرخة، طبعا غسلها كويس جدا ومنضفاها كويس جدا وقصتها كده من الظهر وفتحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وكمان جبت كده السكينة وشرحتها كده من قدام كده واديتها كذا نغزة من ورا. مع زي ما انتم شايفين كده معايا بدأت ان انا انزل الصوص على الفرخة كده. وعايزة اقول لكم ان الفرخة دي تقدروا تستخدموها على طول من غير ما تحطوا الفرخة كذا وقت، يعني كذا ساعة في الصوص او في التتبيلة. ممكن تستخدموها على طول. وممكن يعني لو انتوا حابين انتوا من بالليل تعملوا الخطوة دي وتسيبوها في التلاجة لتاني يوم بتكون بيرفكت جدا. زي ما انتوا شفتوا كده انا غرقت الفرخة بالصوص. وهبدأ هنا اجيب كده طاسة كبيرة وهنزل عليها كده بمعلقتين كبار من الزبدة واسخنهم كويس جدا. وهنزل عليهم بالفرخة هديها كده تشويحة عشان ان انا احبس السوائل بتاعة الفرخة جواها وكمان تبقى جوسي وطرية. وهبدأ ان انا اقلبها بالطريقة دي، ان انا يعني اصدمها كده من على الجنبين وكده، يعني تاخد لون كده بيرفكت كده ولون يبقى ذهبي وجميل. وطبعا ريحة الزبدة بتخلي اي حاجة بتكون طعمها تحفة. هنا بعد ما خلاص شوحتها جبت كده عندي طاجن وحطيت فيه برضو قطع شويه كده من الزبده عشان الفرخه ما تلزقش في الطاجن زي ما انتم شايفين كده معايا. وهبدا ان انا انزل عليها الصوص او التتبيله اللي انا عاملاها. التتبيله دي انا عملتها معاكم في فيديو منفصل قبل كده ونزلته. هنزل اكتب يعني هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في اول كومنت. تقدروا ان تخشوا عليه. الصوص تحفه جدا وسهل وبسيط مفهوش لعبكه كتير. وهيكون معاكم كده في التلاجة منجز ليكم لأي حاجة عايزين تعملوها كده بسرعة سريعة وطعمها يكون بيرفكت. زي ما انتوا شفتوا معايا كده انا حطيت بقية التتبيلة على الفرخة وغرقتها كده بالتتبيلة. وهبدأ ان انا انزل عليها كده بجبنة تشيدر. طبعا دي خطوة ممكن تعملوها سكيب او انتم لو مش حابين الخطوة دي، بس انا حبيت ان انا اديها يعني اوفر تيست كده يبقى تستاهل حلو. زي ما انتم شايفين كده معايا حطيت عليها الجبنة التشيدر وهبدأ ان انا اغطيها. طبعا نقدر نغطيها بالألمونيوم، نقدر ان احنا نغطيها بغطاء الطاجن لو متاح. هنا سبتها في الفرن حوالي 40 دقيقة بالظبط وكانت مستوية معايا. وبعد ال 40 دقيقة دوبك فتحت 5 دقايق على الشواية من فوق تدينا اللون الجميل القمر اللي انتوا شايفينه ده. وبكده الفرخة كانت خلصت معايا. عايزة اقول لكم ان هي اسهل واسرع فرخة ممكن تعملوها في حياتكم وطعمها واو بجد. والصوص بتاعها ده تحفة جدا جدا جدا. يعني انتوا ممكن تعملوا جنبها بس رز وخلاص تاكلوا بالصوص ده، مش لازم تعملوا جنبها خضار. بس انا يعني حبيت طبعا ان انا اعمل جنبها خضار وهوريكم دلوقتي انا عملت جنبها ايه. زي ما انتم شايفين كده الفرخه كانت مستويه جدا وشكلها كان يعني جميل جدا. اتحمرت كده ولونها كان حلو قوي. حتى كمان انا حاسه ان التصوير ظلمها، كانت لونها احلى في الطبيعه. طعمها كان حلو جدا ومختلف لانه حسيت ان هو سويت اند ساور كده مع لسعه سبايسي بسيطه جدا. كانت تحفه جدا لازم تجربوها. عملت جنبها رز اصفر، رز عادي اصفر. وعملت جنبها كمان خضار سوتيه وكانت في قمه الروعه بجد. كانت دي الاكله كده السهله او السهل الممتنع اللي ممكن تقدروا تعملوها بسهوله جدا وببساطه جدا. مش هتاخد معاكم وقت ولا مجهود. زي ما قلت لكم احنا جهزنا صوص قبل كده مع بعض. بقى حطيت الصوص على الفرخه ودخلت الفرن وخلاص طلعت حكايه تانية مختلفه خالص. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبتكم الوصفة اتمنى منكم تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. واستنوني في فيديوهات تانية اكتر الفترة الجاية. في فيديوهات كتير جدا وافكار كتير جدا عايزة انزلها، بس يا ريت تشجعوني وتعملوا لايك وشير وكومنت على الفيديو ده. وكمان هنزل لكم الاكونتات بتاعت التانية، يا ريت تشتركوا فيها. واستنوني في حاجات كتير جدا جدا الفترة اللي جاية، بس محتاجة منكم ان انتوا تدعموني اكتر وتشجعوني اكتر. مع السلامة، باي.